السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنشاهد قصة إسلام نصراني من بيت المقدس، من أجمل وأروع ما ستسمع في حياتك. أنا شخصيا أثرت فيني لغرابتها، فلنشاهد ونسمع القصة من صاحبها. والله أنا جيت لهون على تركيا لسبب العلاج، يعني بسبب علاج أسناني. فاللي حصل إنه أنا جيت بتاريخ 8 الشهر على ميدان السلطان أحمد. فدخلت الحمامات وطلعت. لما طلعت بعد 5 دقائق أنا تذكرت إني أنا معلق شنطايتي بالحمامات، رجعت عليها ما لقيتها، لا لقيت الشنطاي ولا لقيت شيء. سرقت؟ فيها التلفون وجوازي وكل شيء عني. تمام. فيوم يوم الأحد يوم 9 الشهر رحت على تقسيم على الكنيسة. دخلت على الكنيسة، قابلت القس، كلمته انه انا هيك صار معي وما املك اي شيء يعني. فرفضوا مساعدتي بشكل كامل. رفضوا مساعدتك؟ نعم. مع انه انت وضحت لهم ان انت مسيحي نعم انا مسيحي من القدس الشرقية، من القدس القديمة، من كنيسة القيامة، مسيحي ارثوذكسي. نعم. فالاحد بنفس النهار اجيت بالليل في هون هذا الجامع صغير هون، دخلت عليه كانت صلاة مغرب، فكنت بطلع عليهم انه كيف بيصلوا. فخلصوا الصلاة طلعوا، اجى الشاب جلس جنبي قال السلام عليكم، قلت له اهلين. قال يا اخي تحية الاسلام هي وعليكم السلام. قلت له انا ماني مسلم انا مسيحي. فقال لي طيب ممكن نقعد انا وانت برا بالكافيه او كذا، وهي 5 دقائق. يعني انا بصراحه اول شيء خفت، لانه انا بعرف انه المسلمين ارهابيه وانه المسلمين وكمان سعودي يعني وهابي. سبحان الله. فالمهم طلعت قعدت انا وياه في هون كافيه اسمه مادو. جلس يحدثني عن الاسلام وعن العمر وعن الصحابه وعن هذا، ولكن انا كلامه كان يدخل من هون يخرج من هون. كلامه كان يدخل من هون يخرج من هون. انا كان بدي اياه انه يقوم مني. سبحان الله. لانه ما بكره شيء اسمه مسلمين. انت كنت تكره شيء؟ مسلمين. تمام. فبعد ما خلصنا قال لي شو اللي صاير معك؟ هو سألني شو صاير معك؟ قلت له انا قصد وعدني ضيعت حقيبتي وهيك صار فيه. فقال لي بسيطه. قلت له شو هو البسيط يعني؟ انا عم بقول لك راحت حقيبتي واحد كل شيء فيني وتقول لي بسيطه. قال لي بسيطه. فاخذني الزلمه على اوتيل اللي انا اول ما نزلت فيه، كمل لي حجز، دفع 3 ايام. الله اكبر. 1500 ليره. ما تعرفوا هذا الشاب؟ ما بعرفه. رجع اعطاني النوت 1500، قال لي خليها بجيبك مصروف. ما شاء الله. فقال لي تلفونك راح؟ قلت له نعم. فقال لي بكره الساعه 5 المساء بين 5 و6 اشوفك بنفس الجامع اللي شفتك فيه. فالزلمه ثاني رحت انا على بالاوتيل قعدت. فبالليل صرت افكر اقول انه يعني كيف مسلم يساعد مسيحي. وانا سالته هذا السؤال، قلت له انت مسلم انا مسيحي. شو قال لك؟ قال لي والله شوف انت كنت مسيحي ولا مسلم ولا شو ما كنت، هاي بينك وبين ربك. انا ربي امرني اني بساعد المحتاج، وهاي انا ربي ساعدتك فقط، ما له علاقه بديانتك. فبالليل قلت يا رب اذا كان الاسلام دين اعطيني علامه. ما شاء الله. فوالله نمت، جاني شخص بالمنام لحيه سوداء، يلبس عمامه خضراء ضخم. ما شاء الله. فقال لي يا زكريا الله واحد. الله واحد. الله والله 3 مرات. لما فقت من النوم، كيف لما انت تدخل على الحمام وتصب على حالك جسمك كله مي، انا فتحت يا الله. جسمي عاري صب عرق مو طبيعي. فاستنيت لثاني يوم، اجى هذا الشخص فعلا، اجى على الموعد، جاب لي هذا التلفون. هذا ما شاء الله. بدون مقابل؟ بدون مقابل بدون كل شيء. قال لي انا عندي تلفونين، ولكن هذا عندي تلفون وهذا تلفون. قال لي انا فرمت لك اياه وكل شيء، وهذا الشاحن معه، وحطيت لك فيه سيم الكرت. والله العظيم. فقال لي ولكن هو ما هو التلفون الفخم. فقلت له يا اخي الحمد لله الله يجزيك الخير. فالحمد لله ظليت على تواصل مع هذا الشخص، وصار يحدثني. فكمان جاب لي كتب، قصص القرآن، رياض الصالحين، السيرة النبوية، حياة عمر، عن
جاب لي شو قال لي اقرا، شوف يعني اذا بدك فكر بعقلك وشوف الاسلام دين حق ولا لا. فالحمد لله اليوم 21 الشهر، يوم الجمعه، بالجامع السلطان احمد بعد الصلاه الجمعه 21/7 طبعا 2023. الحمد لله نطقت الشهاده ما شاء الله. الحمد لله. بس بدي اسالك انا سؤال، ايش شعورك الان اول ما يعني قلت اشهد ان لا اله الا يعني الله واشهد ان محمدا؟ كيف انك انت تكون حيط يعني طير او عصفور او شيء بقفص، فانت فتحت له طار. الله اكبر. انا نفس العمليه، انا كنت 38 سنه عمري، انا متولد 15/1/85. 38 سنه عمري، حياتي ما حسيت بالراحه النفسيه اللي الله أنا اكبر. فيها. الله أكبر. عايش بكآبه، بخنقه، مع انه كل شيء متوفر، مع انه متوفر الخمره، متوفر النساء، البنات، متوفر الكبريهات، الكله، ولكن تفضل عندك خنقه. يا الله. انا اليوم بعد الشهاده حسيت انه راحه نفسيه عمري ما حسيت. سبحان الله. اسال الله ان الله يشرح صدرك للاسلام كمان آمين وكمان. يا رب. طب ايش نصيحتك يعني للي بيشوف الفيديو هذا؟ والله النصيحه انه يفكرون، لا ياخذون الكلام القسيسين ولا الرهبان ولا وعلى فكره انا راح اقول شغله، القسيسين ولا الرهبان هاي يعرفون حق اليقين انه محمد رسول وانه الاسلام حق، ولكن الكبر احنا اللي يمنعنا. الله اكبر. اللي عملنا هو الكبر. شو كانوا يدرسوكم عن الاسلام؟ كانوا يدرسونا ان المسلمين إرهابيين. ان المسلمين يقتلون، ان المسلمين يذبحون. قلت لي انت تعفل وجههم في التراب. انه 5 مرات يمرغون وجوههم في التراب، انه يسجدون لصندوق اسود. لا حول ولا قوة. لكن للاسف يعني الان شعورك لما سجدت لله تو في اول صلاه لك في صلاه الجمعه؟ يعني الشعور ما فيك توصفه، سبحان الله. ما فيك توصفه. وانا والله وهلا بحكيها انه لو املك 100 روح بهاللحظه هاي والله اقدمها في سبيل اظهار حقيقه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. والله يعني دين حق. سبحان الله. ساعات قليله يقدم روحه في سبيل الله، في سبيل انه يظهر انه الاسلام دين حق. هذا شيء والله يعني. سبحان الله، عندما يطلب الإنسان من الله أن يدله على الطريق الصحيح ويصدق النية سيرشده الله، كما شاهدنا قصة واقعية أمام أعيننا. سمعت في أذنك عندما ذهب للكنيسة رفضوا مساعدته، وفي نفس الوقت يعلموه أن المسلمين إرهابيين وما إلى ذلك من افتراءات وكذب. لذا أطالب كل من يشاهدنا من أصدقائنا النصارى، اسمعوا منا لا تسمعوا عنا. شارك الفيديو ليرى العالم أجمع أن ديننا هو دين الحق، والمسلمون هم أطيب الناس قلبا وأكثر الناس مساعدة للمحتاجين ولو كانوا من غير دينهم. ومن يسعى لتشويه سمعتنا هو الإعلام الحاقد وقساوسة النصارى وأحبارهم، وكل هذا بسبب الكبر الذي بداخلهم كما قال هذا الأخ العزيز. وفي نهاية الفيديو لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب وتترك تعليق جميل مثلك، لأن هذا يساعد على انتشار الفيديو. كنت معكم أنا أخوكم نورس المجارحي، أحبكم في الله، لا تنسونا من صالح دعائكم.